أمير نواف بن سعد حضر اليوم التدريبات، وعبد الرحمن الدحيم حضر أيضا اليوم التدريبات، واستطاع بالرغم من أن التدريبات اليوم كانت مغلقة، ولكنه استطاع بطريقته أن يقتحم الأسوار الهلالية ويحصل على العديد من الأحاديث سوف نعرضها إن شاء الله على شكل أجزاء اليوم وبكرة وبعد بكرة. اليوم فقط سنكتفي بحديث عام، لا نتحدث عن مباراة الهلال والنصر، ولكن الأمير نواف بن سعد كان له حديث بشكل عام عن الهلال وبشكل خاص عن عقد شراحيلي وعقود عدد من اللاعبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يسلمك والحمد لله. هي كانت فحوصات سنوية والحمد لله الفحوصات طيبة ولله الحمد، بس هي ترى كانت فترات متقطعة، يعني الناس ربطوا كل الفترات بفترة واحدة. هي الحقيقة يعني لو نسترجع كانت في طبعا انتهى الموسم اللي فات وبدأت الإجازات، وفي رمضان كنت متواجد طول الوقت اللي هو مع بداية الاستعداد، كنت موجود هنا. كان في تنسيق مع سمو الامير الاخ عبد الرحمن على اساس انه كان المفروض هو انه يكون بعد العيد موجود، وانا كنت مرتب لانه كان تعرف مواعيد في امريكا، فكان ترتيب انه يكون بعد العيد انه انا اسافر. حصل له ظروف والام الظهر اللي الكل يذكرها وتاخر تقريبا 10 ايام، فتقريبا هذه كانت فتره الغياب يعني اللي مثلا ما كان فيها احد موجود في النادي. ايضا بعد رمضان أنا موجود، يعني بعد ما رجعت كنت موجود في النادي هنا تقريبا مدة 3 أسابيع إلى أن بدأت إجازة الحج. كان الموعد الثاني في إجازة الحج ورحنا للمواعيد الثانية ورجعت، يعني ما كان فيه، بس يمكن ما كان فيه تصاريح أو هذا اللي ربط الناس أنه اعتقدوا أنه كلها فترة واحدة اللي هي من الصيف إلى الآن وأنا خارج المملكة. طبعا لا الموسم الماضي ولا اللي قبله صعب المقارنة لظروف كثيرة، يعني الحقيقة فترة توقفات مع بداية الموسم، عدم تجمع اللاعبين، الأشياء اللي ذكرت كثيرا سواء على مستوى سمو الامير عبد الرحمن او على مستوى المدرب او على مستوى سامي الجابر، ذكروا هالامور كثيرا، انه يعني عدم تجمع اللاعبين فترات طويله، توقف ومباراه قويه، توقف ومباراه ضعيفه، كلها اضرت بالفريق الحقيقه. لكن الاهم في الموضوع كله انه قاعد الفريق يجمع نقاط، نتمنى ان شاء الله انه يكون المستوى افضل مما هو الان موجود. والله يمكن الاخوان في اداره نادي الهلال في اداره الكره يعرفون انه احيانا انا واحنا داخلين الملعب اقول لهم مين الحكم، ما هي من عادتي اسال من الحكم سواء سعودي او غيره. ما اذكر اني سالت قبل المباراه يعني من اللي حيحكم المباراه، لثقتي ان شاء الله انه الجميع ما في حكم حيدخل المباراه اصلا بنيه انه يفوز فريق على الاخر، لكن الحكم الاجنبي في المباريات اللي مثل هذه انا اعتقد انه مطلوب، وحتى لو ما احد الفريقين طلب انا اعتقد انه يعني تلافيا لما سيحدث لو لا قدر الله حدث، وما نحط له الحكم السعودي في موقف محرج. مباراه مهمه كان المفروض انا اعتقد انه يكون حكم اجنبي. خالد شراحيلي بالتاكيد حارس مهم، اداره النادي قدمت العرض وانتظر، يعني احنا ننتظر ما اعتقد يعني قدمنا له عرض في البدايه ورفضوا وتم تصحيح العرض هذا، وعلى قولهم الكوره في ملعبه، ولكن في النهايه سواء خالد شراحيلي او غيره بشكل عام كل لاعب ينتهي عقده، كل لاعب يدخل فتره ال6 شهور، كل لاعب على وشك انتهى عقده، هو له كامل الحق الحقيقه في انه يعني يقول وش اللي يبغاه هو، والإدارة لها كامل الحق بأن تعرض. يعني المسألة المفروض ما تؤخذ بحساسية أو أنه يكون مثلا فيه زعل بين الإدارة واللاعب أو بين الجمهور واللاعب، لأنه هذا حق اللاعب، حق اللاعب أنه يبحث عن مصلحته، وحق الإدارة أنها تبحث عن مصلحة النادي. فأنا أعتقد الآن المباراة الجاية مباراة مهمة، أنا أعتقد أنه خالد شراحيلي ممكن يكون حارس أساسي أيضا فيها، وبالنهاية نتمنى إن شاء الله أنه خالد شراحيلي يكون لاعب هلالي.